السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم معنا في شهيوه غزاله ديال رمضان اللي غادي تعمري بها طبيلتك مسمنات عامرين. اول حاجه غادي ندوزو باش مباشره نوجدوا العجين اللي فيها دقيق ديال الفينو وجوج دقائق ديال الفرص، القليل من الملح، ثم غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخميره او الخميره العاديه اللي بغيتو، والقليل من السكر باش انه كيعطي ديك التحميره والقرمشه في نفس الوقت. ها نتوما لاحظوا معايا راه بسرعه العجين العادي ديال المسمن اللي غادي نوجدوه. انا غادي نوجدوه هنا في العجانه باش انا اللي غادي نكسب الوقت، واللي بغات تعجن بيديها بحال بحال. ها نتوما كيف كتلاحظوا غادي نضيف هنا الماء دافئ دافي غير شويه تدريجيا. ممكن نستعملوا مباشره الماء ديال الصنبور الا كان الجو حار. هنا العجين ديالي من بعد ما تجمعش غنضيف لها معلقه ديال الزبده بحراره المطبخ باش انها كتعطينا ديك الليونه وتجي رطبه ومقرمشه. غطيتها بالورق الطبخ وغادي ندوز مباشره باش انني غادي ندير الحشوه اللي فيها صدر ديال الدجاج مقطع، فلفله حمراء مكعبات والفلفله خضراء، ممكن ديروا اي نوع من الفلافل، ثم عندي بصله مقطعه حتى هي كذلك، والتوابل اللي عندي فيهم الكمون، شويه البزار، الخرقوم، سكينجبير، تحميره والملح حسب الذوق، وما نساوش الفرماج الموتزاريلا. اول حاجه غادي ندوز باش نشحر صدر ديال الدجاج ديالي اللي مقطع مكعبات، ممكن نعوضوه بالصدر ديال لاداند او الكفته على حسب المتوفر، ولكن انا كنوجد هادو بصدر ديال الدجاج كيجيو رائعين. فمقطع مكعبات صغيره. كندير اول حاجه الزيت في المقله وغادي نضيف عليها واحد القليل من الملح ونشحرهم حتى كيوقف. عاد كنضيف باقي المكونات بالتدريج. وهانتوما معنا راه شهيوه اللي هي بسيطه ولذيذه كتوجد بسرعه في رمضان. كتزيني بها المائده ديالك كيجيو لذاذين كيحمقوا. جربوهم فاكيد غادي يعجبوكم. تابعوا معايا، فالمراحل هي بسيطه وسريعه وكتجي رخيصه، يعني وجبه اللي هي صحيه وفي نفس الوقت اقتصادية، اللي ممكن توجديها في أي نهار تعمري بها الطبلة أو طاولة الفطور ديالك. نتمنى أن الوصفة تجربوها وتردوا عليا في دي كومونتير رائعين وزوينين كما ولفتوني. نتمنى أنكم تزيدوا مازال تدعموني ونخليكم معايا. هانتوما راني كنضيف المكونات بالتدريج. ضفت هنا الفلفله حمراء والفلفله خضراء، ممكن تضيفوا حتى الصفراء ولكن انا كيعجبوني هادو فقط. صافي، وغادي نضيف التوابل كيف ذكرت لكم باش يجيو لذاذ ومعلكين وزوينين حسب المقادير. هانتوما من بعد ما طاب تهبط كلشي وطاب فكتجي العماره او الحشوه رائعه. كنضيف اخر لحظه الزيتون. هنا طرخات لي العجين ديالي وغادي نشكل كويرات، فكتجي عجين اللي هي رخوه لينه. ممكن تعجنوها فقط غير بيديكم، ماشي بالضروره العجانه، فقط انا استعملتها باش نكسب الوقت. وهانتوما خليكم معايا، فالصراحه هما مسمنات صغار اللي هما عامرين، وغادي ممكن نخرجوا بهذا العجين بزاف ديال الحوايج اللي نشكلوا بها المائده ديالنا. غناخذ الكواره الاولى كنسرحها بهذه الطريقه. هانتوما شوفوا العجين ديالي كتمشي معايا حتى كيبان سطح العمل، فهي لينه. وغادي نرش بالزبده مذوبه، عندي هنا في الزلافه الزبده مذوبه مع الزيت، وغادي نشكل المسمنات ديالي عاديين حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال العجين او الكويرات كامله. عاد كندوز باش غادي نشوفوا طريقه ديال الوضع الحشوه وطريقه تزيين ايضا. فكنتمنى انكم دائما تزيدوا تدعموني بلي كومونتير ديالكم وبلي لايك، كثروا بلي لايك ولي زابوني. اللي ما باقي ما شاركش عندي في القناه نتمنى انه يزيد يشترك عندي. شوفوا هانتوما وضعت الحشوه داخل المسمنه ديالي من بعد ما طلقتها، ووضعت شويه ديال الجبن موتزاريلا صافي، وكنضغط عليهم غير شويه. كنصطفهم في اللاطه ديالي وكنوضع هنايا بيضه مع قليل من الحليب والقليل من الخل، وكندهن بهم هاد المسمنات ديالي من الاعلى باش كيعطيو داك يعني داك اللون. وزدت هنايا تزيين بالخشخاش، ممكن تزينوا باي حاجه عندكم. هنا شط لي العجين، فغادي ندير سيجارات ديال الطون بمطيشه، ما غادي يعني الحشوه اللي هي عاديه غير الطون فقط. وكنلوي بهذه الطريقه فقط. كل مسمنه كنقطعها على جوج هكا بشكل طولي،
باش كيعطيوني جوج سيجارات، فكيجيو حتى هما رائعين مقرمشين. غنهنيوكم من اولا غتهنايا لاله من طريقه ديال تحضير مسمنات اولا لي سيجار بورقه البسطيله. ممكن ورق المسمن نحضر به مجموعه من الاشياء اولا تشكيلات رائعه ولذيذه. ممكن انكم تعمروا فقط بالفرماج. خديت هنايا واحد لجوج شاطليه من العجين ايضا اللي عمرته بالموتزاريلا فقط، وكنزينو دائما بالمتوفر عندكم وحسب الرغبه. هنا بقاو ليا كيف قلت لكم لي سيجار هاد الاخرانيين عمرتهم بالموتزاريلا فقط، وغادي ندهنوهم دائما بداك الخليط ديال البيض مع الحليب، فقط ملعقه حليب وقطره او قطرات من الخل باش ما كيبقاش داك الزفوريه ديال البيض. وكنزينو هنا كيف قلت لكم دائما هنا متوفر عندي الخشخاش او لا شنو كل واحد شنو كيقول ليه. مهم وكتزينو كتدخلوا للفرن كيطيبوا في دقه واحده من الاعلى ومن الاسفل صافي حتى كيتحمروا كيطيبوا غير هما. كديروا الفرن اللي هو درجه حراره 170 درجه الا كان فرن كهربائي او لا الفرن العادي. مهم درجه عاديه للطياب باش انهم كيجيوكم محمرين بحال هاد الطريقه. وكنتمنى انهم يروقوكم، فالمنظر كيجي رائع. يعني الصراحه ما نشكرهمش لكم، ملي تجربوهم غادي يعجبوكم، فكيجيو رائعين محمرين. اول حاجه المنظر كيشهي، ثاني حاجه ملي غتذوقوهم وغتشوفوا ديك التقرميشه الرائعه. فبعجينه وحده قدرت نخرج تشكيله ديال الفطائر اللي جات رائعه، فطائر اللي هي لذيذه ومقرمشه. صراحة عجبوا وليداتي والعائلة ديالي الصغيرة، فكنتمنى انهم يعجبوكم. هاد لي سيجار اللي عامرين بالطون والاخرين اللي عامرين بالفرماج موتزاريلا، هانتوما شوفوا كيف كيبانوا مقرمشين وفي نفس الوقت راهم هشين، يعني كاينه التقرميشه من الاعلى والهشاشه فاش ملي كتاكلي كتحسي بهم بنان ولذاذ والعجينه مدلوكه واخا بدون مجهود. هانتوما لاحظوا كيفاش كتجي وكيجيو مورقين رائعين، طبقات اللي هي رائعه. نتمنى ان الوصفه ديالي تعجبكم وتروقكم. وشوفوا لي سيجار معايا هانتوما، فالصراحه كيجيو رائعين. هادو ديال الفرماج كيجيو رائعين غزالين غزالين غزالين. هادو ديال الطون، فانا بغيت انني ندير من فوقهم هاد الفرماج اللي عطاهم من اللون الذهبي من الاول. ممكن توضعوا الفرماج في اخر مرحله باش يبقى هكاك اللون ديالو. انا بغيتو هكا يعطيني هاد اللون الذهبي، فداكشي علاش درت الفرماج او الموتزاريلا من الفوق من الاول ودخلتهم معاهم يطيبوا في الفرن. إلى اللقاء وإلى فيديو قادم أحبائي، في أمان الله. ما تنساوش اللايكات والاشتراك.